السلام عليكم طلابنا وطالباتنا. اليوم إن شاء الله رح أشرح درس الأثر الحراري للتيار الكهربائي. في البداية خلينا نعمل مراجعة صغيرة. تعلمنا لما أخذنا درس السرعة الانسياقية إنه الشحنات الكهربائية لما تتحرك في موصل فإنها تصطدم في ذرات الموصل. طيب لما هي بتصطدم في ذرات الموصل فهي بتصطدم تصادمات غير مرنة، وهاي التصادمات بتجعل الشحنات الكهربائية تفقد طاقتها الحركية على شكل طاقة حرارية في السلك، ومما يؤدي إلى اتساع اهتزاز الذرات للموصل وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الموصل. طيب هلأ إحنا بنعرف إنه الشحنات الكهربائية في الأساس إنها اتحركت بسبب وجود مجال كهربائي أثر عليها بقوة كهربائية جعلها إنها تتحرك في داخل الموصل. يعني إحنا لما نوصل السلك بمصدر جهد ينشأ عنه مجال كهربائي هو المسؤول عن تحريك الشحنات الكهربائية. طيب كيف المجال الكهربائي بده يحرك الشحنات الكهربائية؟ بحركها عن طريق التأثير عليها بقوة كهربائية. تمام. وإذا كانت هذه الشحنة المؤثر عليها شحنة موجبة يكون اتجاه القوة الكهربائية والمجال الكهربائي بنفس الاتجاه. يعني بدنا نعرف إنه الشحنة بتتحرك بنفس اتجاه المجال الكهربائي وبنفس اتجاه أيضا القوة الكهربائية. تمام. إذا طالما في قوة عمالها بتأثر على جسم وبتحركه إزاحة معينة، معناته المجال الكهربائي يبذل شغل على الشحنة الكهربائية. لو أنا إجيت بدي أكتب قانون الشغل، شغل المجال القوة الكهربائية في الإزاحة المقطوعة في كوساين ثيتا. تمام. هون ثيتا بين القوة والإزاحة للشحنة الموجبة تكون ثيتا صفر، لأنه القوة اللي بتأثر فيها اللي بأثر فيها المجال على الشحنة بيكون بنفس اتجاه الإزاحة اللي بتتحركها هاي الشحنة. معناته في ملاحظة مهمة بدنا نعرفها، إنه شغل المجال المؤثر على الشحنة الموجبة يكون موجباً. ليش؟ لأنه القوة قيمتها موجبة، الإزاحة قيمتها موجبة، هون أنا عندي كوساين الصفر، إذن شغل المجال يكون موجب. تمام. إذن خلينا نرجع إنه عندي المجال الكهربائي بيأثر بقوة كهربائية على الشحنة الموجبة ويحركها بنفس اتجاهه. طيب هذا الشغل الذي يبذل المجال يخزن في الشحنات على شكل طاقة وضع كهربائية. هاي طاقة الوضع الكهربائية للشحنة وهي عمالها بتمشي في الموصل، إذا بتلاحظوا إنه هي بتمشي من القطب الموجب عمالها للقطب السالب في السلك أو في الدارة الكهربائية، طاقة وضعها بتقل. ليش؟ لأن هي ماشية في وضعها الطبيعي، هي عمالها تتنافر عن القطب الموجب وبتتجه نحو القطب السالب، فطاقة وضعها بتقل باستمرار. طيب إحنا بنعرف إنه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث وإنما تتحول من شكل إلى آخر. طاقتها الوضع هاي الكهربائية إذا هي عمالها بتقل وهي عمالها بتمشي، معناته وين بتروح؟ بتتحول إلى طاقة حرارية، أو قد تتحول إلى أشكال أخرى كمان مثل ضوئية أو كيميائية، بس إحنا بدنا نتعامل مع الحرارية في درسنا هذا، لأنه إحنا نتعامل مع موصلات فلزية ونتعامل مع أسلاك. إذن كمان مرة الشغل المجال يبذل على الشحنة ويخزن فيها على شكل طاقة وضع كهربائية. هذه طاقة الوضع أثناء سريان الشحنة تتناقص تدريجيا وتتحول إلى طاقة حرارية. طيب هلأ شغل المجال في له قانون اللي هو يساوي Q في V، اللي هو الشحنة المنقولة في فرق الجهد بين طرفي الموصل. طيب بدي أقسم طرفي المعادلة هاي على الزمن، يصبح عندي شغل على دلتا تي يساوي كيو في على دلتا تي. طيب إيش إحنا تعلمنا بصف 11؟ إنه الشغل المبذول على الزمن أو المعدل الزمني لبذل شغل معين اللي هو القدرة
اللي هو القدرة اللي هي المعدل الزمني للشغل المبذول. وبالتالي عندي قدرة الموصل أو قدرة المقاومة أو قدرة الجهاز اللي عماله بيصرف فيه التيار أيا كان على حسب السؤال اللي عندي، القدرة تساوي Q على دلتا T اللي هي نفسها التيار ومضروب في جهد المصدر. إذا هون أنا عندي اشتقيت قانون القدرة اللي هو الباور يساوي I في V، التيار المار في فرق الجهد بين طرفي الموصل. طيب إيش هي وحدة القدرة؟ وحدة القدرة وات، وهون هي عندي بتكافئ أمبير في فولت، وهذا مفتاح مهم جدا لفكة الوحدات. طيب نرجع لنفس العلاقة، عندي إذن العلاقة اللي توصلنا لها B تساوي I في V، بدي أشتق منها كمان علاقات تانية. طيب خليني أستعين بقانون أوم التجريبي اللي هو V يساوي I في R، وأعوض محل V قيمتها اللي هي I في R. إذن B يساوي I ضرب I في R، إذن B تساوي I تربيع في R. إذن هذا قانون جديد أيضا للباور. طيب هون كمان الوات شو ممكن كمان أفكها؟ أمبير تربيع في أوم، إذن أيضا هاي فكة جديدة. كمان بدي أستعين برضو في قانون أوم التجريبي، بس أخلي I هي موضع القانون و I تساوي V على R. هلأ الباور يساوي I في V، فمحل I خليني أعوض V على R، إذن الباور يساوي V تربيع على R، وهي العلاقة الثالثة. تمام، ومن خلالها بستنتج إنه الوات يكافئ فولت تربيع على أوم. يمكن هلأ بتسألوا نفسكم ليش إحنا عمالنا بناخد كل هاي العلاقات للباور؟ علشان على حسب معطيات السؤال اللي بتكون عندي أقدر إني أوجد قدرة الموصل. خلينا هيك نحطهم، إنه أنا عندي الباور، شو استنتجت؟ إنه الباور إلها الورك على دلتا تي، يعني الوات هون شو بتكافئ؟ الوات يكافئ جول على سكند، هاي ما كتبناها من قبل. تمام، وعندي هون الباور يكافئ I في V، وعندي الباور يساوي I تربيع في R، وعندي الباور يساوي V تربيع على R. أنو واحد بدي أستخدم على حسب عندي المعطيات الموجودة عندي في السؤال. يمكن يكون معطيني مقاومة الموصل ومعطيني الجهد ومش معطيني التيار، فبستخدم المعادلة الثالثة. يمكن يكون معطيني التيار وجهد الموصل، فيش داعي أروح أطلع المقاومة، فأنا عندي بستخدم معادلة B يساوي I في V، وهكذا. إذن على حسب المعطيات الموجودة عندي أنا بستخدم أي من العلاقات الموجودة قدامي. طيب نيجي لتحديداً العلاقة اللي هي B تساوي I تربيع في R. هاي العلاقة هي نص قانون جول، وهي مهم جدا تعريف قانون جول. بناء على B تساوي I تربيع في R بنص على إن معدل كمية الحرارة المتولدة في مقاومة فلزية تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار المار فيها عند ثبوت درجة الحرارة. إذا أنا عندي معدل كمية الحرارة المتولدة في مقاومة فلزية هي الباور القدرة تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار المار فيها عند ثبوت درجة الحرارة. احنا اتفقنا انه عند ثبوت درجة الحرارة يعني المقاومة عندها بتكون ثابتة، يعني R ثابتة لانه درجة الحرارة ثابتة. فمهم جدا نص قانون جول. تمام، كمان شغلة إحنا بدنا نتعرف عليها اللي هي الطاقة الحركية المستهلكة في المقاومة. الطاقة الحركية الطاقة الحرارية المستهلكة اللي هي E thermal. إحنا بنعرف إنه الطاقة الحرارية أو الطاقة بشكل عام هي وجهان لعملة واحدة اللي هي والشغل. إنه الطاقة الحرارية المستهلكة هي نفسها تكافئ الشغل المبذول. طيب نفك الشغل اللي هو القدرة في الزمن. طالما القدرة تساوي الشغل على الزمن معناته الشغل يساوي القدرة في الزمن. طب نعوضها القدرة في الزمن ونفك القدرة اللي هي I في V في T. إذا عندي الطاقة الحرارية المستهلكة تساوي work يساوي القدرة في الزمن، وبقدر أفك القدرة على حسب أنا المعطيات الموجودة عندي، فأنا ممكن أفكها I في V
مضروبة في الزمن. ملاحظة مهمة جدا لازم إنه نتطرق لها، إنه إذا أعطاك في السؤال إنه الباور بوحدة الوات والزمن بوحدة سكند، وات في السكند بيعطيني جول، يعني الطاقة الحرارية هاي بتكون بوحدة جول. ولكن إحنا لما مثلا في عدادات الكهرباء، في الأجهزة الموجودة عندي، ما بستخدم الطاقة على أساس إنها جول، إحنا عنا بنستخدم الطاقة على أساس كيلو وات في الساعة. تمام؟ فإذا كان أنا عندي يعني معطيني الطاقة الحرارية بوحدة كيلو وات في ساعة، لازم أعوض الباور بوحدة الكيلو وات، وأعوض الزمن بوحدة ساعة مش بوحدة ثانية، ولا أعوض بالوات، لازم أعوض بكيلو وات، والزمن بعوضه بوحدة ساعة. وإن شاء الله لما نحل أسئلة بعلمكم كيف نحول لساعة وكيف نحول لكيلو وات. خلينا نحل مع بعض سؤال 8 صفحة 71 في أسئلة الفصل. بحكي لي سخان ماء كهربائي قدرته 3000 واط. إذا مباشرة بكتب أنا عندي إنه الباور تساوي 3000 واط، ويعمل على فرق جهد مقداره 200 فولت، يعني هذا في فرق جهد المصدر 200 فولت. لازم أرتب معطياتي. تمام؟ طالب مني شدة التيار المار فيه. مباشرة طالما طالب مني شدة التيار وفي علاقة بتربط لي بين الباور وفي، إذا بي تساوي I في في. إذا بده يكون عندي I تساوي P على V، الباور 3000 على 200، بيروحوا الصفرين مع الصفرين، 30 على 2 يساوي 15 أمبير. الفرع الثاني عندي طالب مقاومة سلك السخان. مقاومة سلك السخان إيش في عندي علاقة تربط لي ما بين الباور والجهد وأيضا المقاومة، اللي هي عندي B تساوي V تربيع على R. طب خلي R موضع القانون، R تساوي V تربيع على P، وتساوي 200 تربيع على القدرة 3000. نحسبها على الآلة الحاسبة، بيطلع الجواب عنا تقريبا 13.3 أوم. تمام. نجي للفرع الثالث. طالب عندي الطاقة المستهلكة إذا تم تشغيله 2 يوميا خلال شهر. طيب بدي أحسب أنا الطاقة المستهلكة. تساوي الباور في الزمن. طيب هلأ هو ما حدد لي الطاقة بده إياها في كيلووات في ساعة، ولا حدد لي إياها إنها في جول. بإمكاني إني يعني أحلها بأي وحدة أنا بدي إياها، تمام، بس إني أحلها بتعويض صحيح، ويعني وأحل على الأسهل لي كمان، لأنه كمان طالب مني التكاليف بتعتمد على الطاقة بوحدة كيلووات في ساعة، وبالتالي خليني أطلعها من البداية من هون بوحدة كيلووات في ساعة. طيب معناته خليني الباور اللي عندي موجودة بوحدة إيش؟ بوحدة 3000. بدي أحول على جنب الباور تساوي 3000 واط. مباشرة 3000 واط عشان أحول لكيلو واط بقسم على 1000، بقول 3000 على 1000 تساوي 3 كيلو واط. مهم جدا، إذن بقسم على 1000 للتحويل من واط إلى كيلو واط. تمام. هلأ معناته أنا عندي هون الباور بدي أعوضها بالكيلو واط اللي هي 3، والزمن أعطاني إنه هو تم تشغيله لمدة 2 يوميا خلال شهر. معناته بده يكون أنا عندي 2 خلال شهر، يعني معدل 30 يوم. تمام. إذن بده يكون عندي 30 في 3 90، 90 في 2 180 كيلو واط في ساعة. نجي للفرع الرابع اللي هو عندي بحكي لي تكاليف تشغيله لمدة 2 يوميا خلال شهر. تمام.
علما أن ثمن الكيلو وات في ساعة يساوي 10 قروش. بلاحظ هون إنه طلب مني التكاليف اللي يعني لما أشغل الجهاز لمدة ساعتين يوميا خلال شهر، يعني بيعتمد على الطاقة اللي حسبتها بالفرع الثالث، لأنه طالب مني الطاقة إذا تم تشغيله ساعتين يوميا خلال شهر. طيب شو قانون التكلفة؟ دايما تحفظوا قانون التكلفة، بده يساوي الطاقة المستهلكة ضرب السعر للكيلو وات الواحد. طيب الطاقة المستهلكة أنا حسبتها في للكيلو الطاقة المستهلكة حسبتها بوحدة كيلو وات في ساعة 180. طب شو سعر الكيلو وات في ساعة الواحد؟ قال لي 10 قروش. معناته عندي 1800 قرش التكلفة. تمام، يعني إذا أنا شغلت هذا الجهاز لمدة ساعتين كل يوم خلال شهر راح يكلفني 1800 قرش. حابة أرجع شوي للفرع الثالث. إذا طالبة بدها تطلع الإي ثيرمال بوحدة الجول في هذا السؤال، لو كان مطلوب منك بوحدة الجول مثلا، خلينا نعملها احتياط. عندي هون إي ثيرمال بده يساوي الباور في الزمن. طيب أنا عندي الباور بوحدة إيش؟ الوات 3000، لازم تكون بوحدة وات مش كيلو وات. وعندي الزمن حكالي إنه هو تم تشغيله ساعتين يوميا خلال شهر. طب أنا هدول الساعتين خلال شهر بدي أحولهم لثواني. طيب ساعتين خلال شهر اللي هو 30 يوم، تمام، في 60 دقيقة في 60 ثانية، يعني في 3600. إذا أنت بتشتغلي كل هاي الأرقام تحطيها على الآلة الحاسبة، بيطلع معانا الجواب 6.48 ضرب 10 قوة 8 جول. هلأ سؤال صفحة 67 بحكي لي مصباح مكتوب عليه 220 فولت و100 واط. يعني هذه المعلومات مهم جدا، إن هاي معلومات موجودة من الشركة نفسها، من تصنيع الجهاز، يعني معلومات تصنيع الجهاز. فهون بدنا نعرف منها معلومة، هلأ بحكي لكم إياها. إذا مكتوب عليه 220 فولت يعني جهده، يعني لما ينشبك على جهد 220 فولت بيعطيني قدرة مقدارها 100 واط. مطلوب مني إني أحسب شدة التيار المار فيه، تكاليف تشغيله خلال الأسبوع بمعدل 10 ساعات يوميا، علما أن سعر الكيلو وات ساعة 5 قروش. ما قدرته إذا تم تشغيله على جهد 110 فولت، وأنا ضفت لكم إنه ما قدرته إذا تم تشغيله على جهد 250 فولت. خلينا في البداية نعرف إنه المعلومات اللي على الجهاز هاي اللي بقول لك إنه الجهاز مكتوب عليها، شو بستفيد منها؟ بوجد منها دائما مقاومة الجهاز، لأنه مقاومة الجهاز هي إشي ثابت، يعني ويعني هو محصور بقدرة الجهاز وجهده. الآن بدنا نحل سؤال صفحة 67. مصباح مكتوب عليه 220 فولت 100 واط. هاي المعلومات مهمة جدا، هاي المعلومات من تصنيع الجهاز اللي هي قدرة الجهاز 100 واط لما ينشبك مع فولتية 220 فولت. ومن هاي المعلومات دائما بحسب مقاومة الجهاز، لأن مقاومة الجهاز هي مقاومة ثابتة وبتعتمد على المعلومات الأصلية اللي مكتوبة على الجهاز. تمام، طالب مني احسب شدة التيار المار فيه، تكاليف تشغيله خلال أسبوع بمعدل 10 ساعات يوميا، علما أن سعر الكيلو وات ساعة 5 قروش. 3 ما قدرته إذا تم تشغيله على جهد 110 فولت. 4 ما قدرته إذا تم تشغيله على جهد 250 فولت. هذا فرع أنا ضفته إضافة. طيب معناته خلينا نحل أول الفرع. طالب مني شدة التيار المار فيه، طالب مني شدة التيار المار فيه على أساس إنه هو انشبك أيضا على 220 فولت، يعني ما أعطاني جهد جديد إنه أنا شبكته عليه، لا، إنه على أساس إنه هو مشبوك على 220 فولت، تمام، وقدرته 100 واط. شو التيار اللي رح يمر فيه؟ إحنا بنعرف في علاقة ما بين الباور يساوي I في V. إذن I تساوي P على V. 100 على 220. نستخدم الآلة الحاسبة بنقسمهم على بعض، بتطلع عنا
تقريبا 45%، تقريبا 45% أمبير. تمام. هلأ طالب مني بالفرع الثاني تكاليف تشغيله خلال أسبوع بمعدل 10 ساعات. قلنا إنه عندي التكلفة، شو قانونها؟ التكلفة تساوي E ثيرمال، الطاقة الحرارية المستهلكة، ضرب السعر. طيب الطاقة الحرارية المستهلكة حكينا لازم تكون بوحدة كيلو وات ساعة، لأنه التكلفة دائما بتكون بالكيلو وات ساعة. طيب هلأ عندي هون الإي ثيرمال اللي هي الباور في الزمن، وعندي هون سعر الكيلو وات ساعة الواحد اللي هو إيش؟ 5 قروش. طب الباور بالكيلو وات حكينا إنه الباور 100 واط، عشان أحولها لكيلو وات بقسم على 1000 بتصير 10 كيلو وات، ضرب الزمن. عندي حكالي إنه هو شغلنا الجهاز 10 ساعات لمدة أسبوع، يعني 10 ساعات ضرب 7 في 7 أيام، يعني شغلناه 70 ساعة. 10 ساعات ضرب 7 شغلناه 70 ساعة ضرب 5. إذن أصبح عندي هون 7 ضرب 5، لأنه 10 مع 10 بتروح، صفي عندي 7 في 5 يساوي 35 قرش. الآن الفرع الثالث، ما قدرته إذا تم تشغيله على جهد 110 فولت. طيب هلأ هون أنا عندي إذا تغير الجهد مباشرة بتتغير قدرة الجهاز، وبتغير التيار اللي بمر في الجهاز. يعني هون بدك تعرفي معلومة، إذا تغير الجهد الموصول في الجهاز تتغير قدرة الجهاز وتيار الجهاز. هاي معلومة مهمة جدا. طب وشو الإشي الثابت عندي؟ الإشي الثابت الموجود عندي هي مقاومة الجهاز، بتضلها ثابتة، ما إلهاش علاقة في الجهد الجديد الموصول. طيب معناته عشان أوجد القدرة الجديدة أنا عندي الجهد الجديد اللي هو 110 فولت. طيب عشان أوجد القدرة الجديدة بدي أستخدم قانون، أقول باور الجديدة يساوي V تربيع اللي هي الجهد الجديد على المقاومة ما فيش فيها جديدة وقديمة، المقاومة أصلا بطولها من معلومات الجهاز. بروح إذن على معلومات الجهاز بقول إذن الباور يساوي V تربيع على R، إذن R تساوي V تربيع على P، 220 تربيع على القدرة 100. فأنا عندي لما أحسبها على الآلة الحاسبة بتطلع عندي المقاومة 484 أوم. 484 أوم بستخدمها لإيجاد القدرة الجديدة. قديش أنا عندي الفولتية الجديدة؟ 110 تربيع على المقاومة، إذن عندي 484. برضو بحسبها على الآلة الحاسبة بتطلع عندي القدرة الجديدة 25 واط. هون بدي ألاحظ ملاحظة، إنه أنا قدرة الجهاز لما أوصله على 220 بيعطيني قدرة 100، بس إذا أنا وصلته على قدرة أقل من 220 رح يعطيني قدرة أقل من 100. وهذا الإشي اللي بأكد لي إياه حلي، إنه أنا قدرة الجهاز القدرة الجديدة لما وصلتها على 110 فولت أعطتني 25 واط. وأعتقد إنه هذا منطق، لأنه إذا أنا أعطيته جهد أقل معناته بده يكون عندي القدرة أقل، وهذا الإشي منطق. عندنا آخر فرع، ما قدرته إذا تم تشغيله على جهد 250 فولت. تمام. دائما بدك تعرفي إنه إذا تم تشغيل الجهاز على جهد أعلى من الجهد المكتوب عليه مباشرة يحترق الجهاز. إذن هون الفرع الرابع بنحكي بما أن V الجديدة الجهد الجديد أكبر من الجهد المكتوب على الجهاز، إذن يحترق الجهاز.
لأنه بيكون من تصنيع الجهاز إنه هو ماكسيمم لازم إنه ينوصل مع 220 فولت، إذا وصل مع جهد أعلى من هيك هو بيحترق الجهاز. يعطيكم ألف عافية.